واحد ما سابش حاجة وحشة ما عملهاش، لحد ما اتعرف على شيخ كان سبب في هدايته، فبقى يروح معاه أي مسجد هو يروحوا يصلوا مع بعض. فالشيخ ده بعد الصلاة بيقوم يدي درس، فيقعد يدي الدرس وينصح في الناس ويوعظ في الناس ويقول إيه؟ ويقول انتوا لازم تبقوا زي أخوكوا فلان اللي ربنا هداه. قوم يا فلان احكي لهم قصتك. ويقوم فلان ويحكي ان هو كان عاصي وكان غافل وان ربنا هداه بسبب الشيخ فلان. كل ما يروحوا مسجد يعمل نفس الحركة، لحد ما الراجل نفسه زهق وقام في مرة بعد ما حكى وقال يا جماعة انا كنت بمشي شمال وكان ربنا ساترني لحد ما عرفت الشيخ ده وربنا هداني واتفضحت على ايده. فبلاش الاسلوب ده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيشوف حد بيعمل حاجة غلط أو يسمع حد قال حاجة غلط كان بيطلع المنبر ويقول إيه؟ يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أو ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وهم قاعدين قدامه، بس عشان ما يفضحش الناس بيقولها كده. فده من باب الستر. فبلاش فرحتنا بالناس اللي ربنا هداها تخلينا نفضحها.